متابعينا الكرام، السلام عليكم. كانت عندنا حملة كلنا معيدين، وملي خرجت هذه الحملة جات مجموعة من الردود الفعل. كاين اللي قال لك مزيانة فيها خير، وكاين اللي قال لك هذوك اللي داروها فقط غير باش يبانوا، يعني ماشي داروها لله، غير الرياء. وكاين اللي قال لك اللي بغى يشري للناس كبش العيد ويعيد لهم خاصو يستر على القضية، تكون القضية سرية وما يجهرش بها قدام الناس. الرأي ديالي كنشوف هذه المبادرة طيبة وجميلة. وقبل ما نقول لكم علاش، اولا غادي نرد على اللي قالوا باللي الناس اللي داروا هذه المبادره داروها غير باش يبانوا ويتشهروا، ماشي في سبيل الله، غير الرياء، وما تقبلش منهم هذه الصدقه. السؤال اللي غادي نطرحوه عليهم، شكون حنا باش نحكموا على الناس واش الله تقبل منهم هذه الصدقه ولا لا؟ كاين اللي قال لك بان النيه ديالهم ما صافياش، كون بغاو يديروا الخير يديروا غير سرا بينهم وبين الفقراء والمساكين، ما يبانوش في فيديوهات. السؤال اللي نطرحوه عليهم، واش شقيتوا القلب ديال هاد الناس اللي داروا هذه المبادره ديال كلنا معيدين وفتحتوا القلب ديالهم وعرفتوا واش نيتهم حسنه ولا لا؟ راه الله وحده هو اللي كيعلم ما في القلوب والنيه ديال كل واحد، وانما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وعوض ما نضيعوا الوقت واش نيتهم حسنه ولا لا، واش رياء ولا لا، ونبداو نديروا العصافر الرويضه نتوسموا فيهم الخير ونخليو هذه المبادره تزيد لقدام وندعوا معهم بالخير ونقولوا لهم الله يكثر من امثالكم. وهاد الناس اللي فيهم خير وداروا هذه المبادره، والى شي واحد جا وقف في طريقهم وبدا كيعيب وكينتقد، خاصهم يطرحوا عليه غير واحد السؤال، يقولوا ليه انت اللي كتعيب وكتنتقد، واش عندك شي مبادره احسن من هذه؟ حنا بعدا اجتهدنا في الخير ودرنا هذه المبادره، واش قدمتي انت؟ واش مبادره درتي ولا اش مبادره غادي تدير؟ واش كاين عندك شي مبادره احسن من هذه المبادره؟ عوض تبقى عاد تنتقد وتوقف في الطريق ودير العصافر الرويضه، قدم الاحسن، قدم البديل. وهما جزموا في القضيه وقالوا بان الصدقه خاصها تكون سريه، وعطاو دليل، قال لك ان تنفق بيمينك حتى لا تعلم شمالك ما انفقت يمينك. نعم، هذا حديث صحيح نبوي. الصدقه فيها خير تكون سريه وتستر عليها لدرجه حتى اليد اليمنيه ما تعرفش اش صدقات اليسريه. وكذلك فيها خير الى الانسان جهر بالصدقه وكانت النيه ديالو حسنه باش يشجع الناس ويفتح باب المنافسه على الخير. حنا اي مبادره باش نحكموا عليها نشوفوا النتيجه ديالها. هاد الناس اش بغاو من هاد المبادره؟ هادو اللي داروا المبادره كلنا معيدين قالوا بأن داروا هذه الحملة وهذه المبادرة باش يشجعوا الناس ويفتحوا باب المنافسة على الخير. نعم، هذه مبادرة مزيانة فيها خير ونشجعوها. كاين اللي يقول لك هما ماشي نيتهم الخير، هما نيتهم غير باش يبانوا رياء. حنا كنحكموا على الناس بالظاهر ديالهم، ما كنحكموش على الناس بالباطن. الباطن كيعلموا الله، الظاهر والتصريح ديالهم قالوا بأنهم داروها باش يعاونوا الناس ويشجعوا الناس. حتى حنا نقولوا بأن هذه المبادرة دارت باش الناس يعاونوا الناس وباش يشجعوا الناس يعاونوا الناس، ونشكروهم ونشجعوهم. شوف النية ديالهم ولا الباطن ديالو الله اللي كيعلموا، وداك الشيء بينهم وبين الله هو اللي غادي يجازيهم على النية ديالهم. اما حنا كنشوفوا حنا غير الظاهر، اش اللي قالوا هما ولا داروا هذه المبادره، اش هو الهدف والغرض والنتيجه من هذه المبادره. قال لك داروا هذه المبادره باش يفرحوا الناس المساكين اللي ما عندهمش، ويفرحوا الوليدات الصغار ملي يشوفوا الحولي يفرحوا بزاف، لان كاين بزاف ديال الناس الميسورين ملي كيقرب العيد كيسولوا، اللي كيبقاو يسولوا كيقولوا شكون من العائله اللي غادي يحضر في العيد وغادي نتجمعوا وغادي نشويو وغادي نفرحوا. اما الفقير مسكين عنده تفكير واحد وعنده سؤال واحد ملي كيقرب العيد، اش كيقول؟ منين غادي نجيب فلوس ديال الحولي؟ الناس الميسورين ملي كيبدا يقرب العيد كيبدا تزاد الفرحه ديالهم وكيبدا يقولوا احنا فرحانين نقرب العيد. اما الفقير مسكين ملي كيقرب العيد كيبدا يقول مازال ما دبرت على الحولي. ولادو كيسولوه بابا ولا ماما فين الحولي؟ اصحابنا كاع شراو الحولي، ولد فلان وولد فلان شراو الحولي، امتى غادي نشريو الحولي؟ واش غادي تشري لينا الحولي؟ وملي جات هذه المبادره ديال كلنا معيدين هما جاوبوا هذاك السؤال وقالوا حنا غادي نشريو الحولي باش نفرحوا الاب والام والوليدات. اش الوليدات الصغار حتى هما راه عندهم الحق باش يعيدوا ويشوفوا الحولي ويفرحوا به بحال جميع الاولاد الصغار. وكما كل واحد من الناس الميسورين كيبغي يفرح ويفرح الوليدات بالعيد وما يخليهمش بلاش، نطلبوا منهم يعيدوا العدد من الناس ديال الفقراء والمحتاجين اللي ما عندهمش العيد. تحب لاخيك ما تحب لنفسك، باش الدراري الصغار ما يحسوش بواحد النقص وما يحسوش بانهم اقل من هذوك الاطفال وبان الاطفال الاخرين احسن منهم. راه هذه المبادره ديال كلنا معيدين بالعكس نشجعوها، وماشي نقولوا معنا لولا هذه المبادره بان الناس ما غاديش يعيدوا، ولا هذه المبادره هي الوحيده اللي من خلالها الناس غادي يعيدوا للناس. لا بالعكس، هذه غير اضافه وزياده في الخير. كاين الخير، البلاد فيها الخير، هذه غير زياده في الخير. كاينه في المغرب مجموعه من المواطنين المحسنين اللي اجرهم عند الله كيعطيو وكيعيدوا للناس بلا ما حتى واحد ما يعرفهم
ولا يسيق لهم الخبار. وكاين اللي ما كيبانش، كيصيفط شي واحد كيقول لي سير شوف ليا اللي خاصو العيد، وما تقولش لهم باللي انا اللي بغيت نعيد لهم. الا سولوك قول لهم غير فاعل خير باش هو ما يبانش وما يتعرفش. كيدير بلاصه مربي فيها مجموعه ديال الحواله، وملي هذوك الحواله كيكبروا ماشي كيبيعهم، كيصدقهم كاملين في سبيل الله. هذا كيبيع ويشري مع الله، كيعطي الحواله في الدنيا باش يتخلص في الاخره. ولكن حتى هذوك اللي داروا هذه المبادره وجهروا بها ونواو بها الخير نشجعوهم على الخير باش نفتحوا الباب ديال المنافسه والناس تنافسوا ويديروا مبادرات اخرين. الا كانت هذه المبادره في بلاصه يديروها في بلايص اخرين وتعمم على المغرب كامل. اش نقولوا لهم؟ حنا نعم هذا الشيء اللي داروا. الله تعالى قال ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم. تبديها الا كان الغرض منها وهذا الجهر بها باش تشجع الناس وتفتح الباب ديال المنافسه، الناس يتنافسوا على الخير. هذا يقول لك انا غادي نعيد ل10 ديال الناس، هذا يعيد لجوج ديال الناس، هذا 15، وتبدا ديك المنافسه وبداو يتزادوا. يقول لك هذاك انا عيد ب15، انا هذا العام انا نعيد انا ب20، وهذاك عيد ب20 نقول لي لا العام الاخر غنعيد انا ب30. وتنافسوا على الخير، تشجعوا، غادي يكثروا الناس اللي غادي يبداو يديروا الخير. حتى كاع الناس الاغنياء يشوفوا الناس اللي عزيزين عليهم والوجوه اللي معروفه ومشهوره كيتنافسوا بعضياتهم، وغيدخلوا معاهم حتى هما المنافسه وننتقلوا من غير مبادره بسيطه حتى تولي ظاهره، ويوليو كاع الناس الفقراء يوصلهم الخير ديال الناس الاغنياء. وهذا الشيء اللي بغينا، وهذا هو الهدف ديالنا، وهذه هي النتيجه، وهذه هي احسن ثمار اللي غادي نقطفوها. هاد الناس اللي داروا حمله كلنا معيدين، وخصوصا انهم وجوه مشهوره ومعروفه ومحبوبه في المغرب، فهاد الحمله اللي داروها كاينين بزاف ديال المشاهير في المغرب اللي عندهم المال فيهم خير، ولكن ما عمرهم ما انتبهوا ولا فكروا باش يعيدوا للناس، وما عمرهم ما انتبهوا بان كاينين بزاف ديال الناس ما لقاو باش يعيدوا، لانهم مشغولين بعالم المال والاعمال، ومشغولين باش يبانوا في التلفازه وفي المواقع، وعندهم متتبعين كثار بالالاف. المتتبعين كيتزادوا نهار على نهار بالالاف، وهما كانوا ديما كيبانوا باللباس اللي على لبسه عندهم كتسوى اكثر من حولك، واللبسه اللي بانوا بها قدام الاعلام ما يبانوش بها مره اخرى. وكل شهر كيبانوا بسياره فاخره وكيتنافسوا على الموديلات الجديد، اي موديل خرج جديد كيلبسوه سواء في السيارات او الازياء، واي موديل بان في السوق كيقولوا حنا نلبسوه، حنا نبانوا به الاولين من ما يبانوا به الناس، وكيعلنوا بان حنا كنمشيو كنقضيو العطل في دول مختلفه وفي الاوتيلات الفخمه. والمشاهير بيناتهم كيتنافسوا على خسير الفلوس. هادو كما كنقولوا مشاهير كاين بزاف منهم كما قلنا كيكون عندهم القلب ديالهم مزيان ولكن ما انتبهوش. وربما يشوف هذه الحمله ديال كنا معيدين، يشوف واحد مشهور ويجر الانتباه ديالو، يقول كيف شوف هذا مشهور بحالي وكيعيد الناس وكيعاون الناس، ويقول انا عندي الفلوس كنمشي نخسرهم غير في العطل وفي الاوتيلات، كنشتت في الفلوس وكنبغي نبان على الناس في الاعلام. وهذه غادي تكون كمناسبه تشجعوا. ربما هذه الحمله غادي تجر الانتباه ديالو، يشوف واحد بحاله مشهور وكيعاون الفقراء والمساكين، وغادي يقدر ربما تحرك ليه القلب ديالو ويقول انا بفلوسي كثار ما لقيت ما ندير بهم، كنبقى نخسروا معاه في الخوا الخاوي، اللهم نعاون بهم الناس في سبيل الله، وغادي يولي يعاون الناس. وهذوك اللي متتبعين بزاف اللي كانوا متبعينه واي حاجه دارها كيبغيو يديروا بحاله، غادي يشوفوه بانه بدا كيعاون الناس، حتى هما غادي يبداو يقلدوه وبدا يعاونوا حتى هما الناس ويديروا بحاله، ويبداو كاع الناس يعاونوا الناس. تولي هذه ظاهره في المغرب، حتى انه غادي تتحول من عوض نسمعوا بزاف ديال العائلات ما عندهمش باش يعيدوا وبغاو اللي يعيد لهم، حتى يولي المحسنين عندهم اكباش واغنام وكيقلبوا على الفقراء لمن يعطيوهم وما يلقاوش لمن يعطيوهم، لان كاع الناس معيدين. وعلاش لا نزيدوا في القضيه وبعد ديك الساعه تطور القضيه وتزاد وننتقلوا من حمله كلنا معيدين الى حمله كلنا عايشين، وولي تولي اي بلاصه واي مدينه الناس اللي لاباس عليهم يشوفوا كاع دوك الناس اللي ما عندهمش واللي فقراء وما عايشينش يعاونوهم، ويولي كلشي عايش، ويولي المغرب كامل عايش، كلشي بخير وعلى خير، ما يبقى حتى واحد خاصو، كلشي واكل كلشي شارب كلشي معيد. وديك الساعه الله غادي ينزل عليه الخير من السماء ومن الارض، غادي يعاونوا البلاد تزيد لقدام. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وكلمه اخيره اللي كنطلب منكم باش تشاركوا معنا وتابونيو معنا في القناه، لان المشاركه ديالكم لسببين، بغينا هذه المشاركه ديالكم لسببين. السبب الاول هي انك تأيد معنويا، لان فاش كيتزادوا عدد المشاركين كتزاد المعنويات ديالنا وكتشجعنا باش نزيدوا ونستمروا في التوعيه وفي التذكير. والسبب الثاني هو مزيانه لكم نتوما بالمشاركه ديالكم، بان الا شاركتي وهاد التوعيه عطات الثمار ديالها، اي خير جا منها بهذه المشاركه ديالك فلك اجرها واجر من عمل بها. واللي كنطلب من اي مواطن ما تمكنش باش يعيد الناس في هذا العيد، وباش غير ينوي ويبلاني ويخطط حسب الاستطاعه باش يعيد للناس في العيد الجاي ان شاء الله. والله لا يضيع اجر المحسنين. نتمنى توصل الرساله، والسلام عليكم.